مساء النور، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عالم ندوي المتنوع. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم السلو او السفوف. غادي نحضره معكم بالطريقه ديالتي، الطريقه اللي هي سهله وسريعه وما فيهاش نهائيا كثره ديال المقادير او كثره ديال المكونات. وكيف ما غادي نشوفوا معايا فهو كيجي زوين بزاف، كيجي ناجح وكيجي صراحه جد متميز. خليكم معنا نشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 2 كيلو ديال الجنجلان، 2 كيلو ديال اللوز، و2 كيلو ديال الدقيق، وكيلو ديال السكر ثقيل او لا سكر كلاصي. الصراحه الكميه راه كتبقى على حساب الذوق ديالكم. وغادي نحتاجو 3 ديال المعلقات ديال القرفه، و3 المعلقات ديال النافع، و3 ديال المعلقات ديال حبه حلاوه، وشويه ديال الملحه لتعديل الذوق. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ليهم. كيف ما غتشوفوا معايا راه ما فيهش شي مكونات اللي هي كثيره بزاف. المكونات كتبقى على حساب عدد ديال الاشخاص والكميه اللي بغيتو، تقدروا تضاعفوهم، تقدروا يعني تقسموهم على 2. بالنسبه للوز راني زولت ليه القشره ديالته يعني وقليته بشويه ديال الزيت. بالنسبه للجنجلان حمرته حتى هو، والدقيق حتى هو راني حمرته. المكونات كلها راها جاهزه عندي، غادي غير ندوز باش نطحنهم كيف ما غادي نشوفوا معايا. اول حاجه غادي نطحن هو الجنجلان غادي نطحنه بهذا الشكل هذا. غادي نخلي منه واحد الكميه، ما غاديش نطحنها، غادي نخليها هكاك غير باش نزين بها. وهذا راني طحنته في هذا الروبو هذا، ومن بعد غادي نعاودو في واحد الروبو واحد اخر، غادي نطحنوه مزيان مزيان حتى يطلق داك الزيت ديالو. لان كيف ما شفتوا معايا انا هاد السلو ما كنستعمل فيه لا زيت لا زبده لا عسل لا حتى شي حاجه، غير هاد المكونات هادو كنطحنهم حتى هما كيطلقوا الزيت ديالهم. كيف ما نفس الطريقه اللي غادي ندير اللوز حتى هو، كيف ما درت الجنجلان اللوز حتى هو يعني غادي نطحنه في هذا الروبو هذا، ومن بعد غادي نخلط المكونات ونطحنهم في واحد الروبو هو واحد اخر كبير باش هكا كلشي يطلق لي المكونات الزيت ديالها. وكنخلي واحد الكميه دائما يعني هكا شويه غير مهرمشه بالنسبه للوز. وبالنسبه للجنجلان كنخليها هكاك صاينه، يعني ما كنطحنها ما حتى شي حاجه، بحال هكا. هذه الكميه اللي غادي نخليها غادي تبقى غير مهرمشه. والكميه واحده اخرى راه غادي نطحنها مزيان حتى تطلق الزيت ديالها. بالنسبه للناس اللي ما تيكونش عندهم الوقت ولا شي حاجه يعني وما بغوش يطحنوه في الدار، تقدروا انكم ديوه للسيد اللي كيبيع داكشي ديال التوابل وطحنوا عنده المكونات كامله. راه تكون عندهم واحد الروبو كبير تيطحنوا فيه. صراحه راه حتى هما كيطحنوه بطريقه متميزه. غير هو بالنسبه لهاد النافع وبالنسبه لحبه حلاوه ضروري انهم يطحنوا بوحدهم. الا كنتو غادي نطحنوه على عند السيد اللي كيبيع التوابل، حاولوا تقولوا يطحن لكم النافع وحبه حلاوه بوحدهم باش ما يجيكمش قاصحين. لان حبه حلاوه كتعرفوا الا ما طحناتش في شي زعما في شي طحانه اللي كطحنها مزيان بعد ترجعها بحال الدقيق فكتبقى قاصحه وكتبقى بحال الحجر هكاك. يعني ما كتجيش مزيانه الا طحنتوها مع المكونات كامله. حاولوا يعني تقولوا انها يطحنها لكم بوحدها. بالنسبه للدقيق انا كيف ما قلت لكم راه حمرته غير في الدار، كندير طنجره ديال الضغط وكنبقى نحمر بالكميه والمكونات كلها كنغربلها. بالنسبه سواء الدقيق سواء بالنسبه للسكر كلاصي القرفه النافع حبه حلاوه كلشي كنغربلو. هذا هو الجنجلة اللي قلت لكم راني طحنته مزيان حتى طلق الزيت ديالو، غير ما صورت لكمش المقطع. هو واللوز شوفوا كيفاش كيرجع من بعد ما كنطحنو، يجي بهذا الشكل هذا.
اللوز حتى هو نفس الشيء. وهنايا راني خلطت مع حتى ديك الكميه اللي خليتها غير مهرمشه، ما يعني ما مدقوقاش بزاف ولا ما مطحوناش بزاف. كنبقى نضيف المكونات كامله، ومن بعد غادي نبدا نخلط بشويه بشويه حتى ينسجموا ليا المكونات كاملين. السكر، بالنسبه للسكر فهو كيبقى على حسب الذوق ديالكم، يعني تقدروا تزيدوا الكميه، تقدروا تنقصوا منها على حسب داكشي اللي نتوما كتفضلوا. انا هنا راه دايره تقريبا كيلو، نقص منه واحد شويه، تقريبا كيلو الا ربع ديال السكر كلاصي. والنافع وحبات حلاوه كيف ما قلت لكم ضروري انكم تغربلوهم مزيان قبل ما تضيفوهم لهاد المكونات. القرفه حتى هي خاصها تكون جديده، ما ديروش شي قرفه اللي كانت يعني قديمه عندكم في الدار ولا شي حاجه، تجيبوا ديروا المكونات ديروها كلها جديده باش تعطيكم هكا الريحه وداكشي ديالتها. وبالنسبه لهاد الجنجلان اللي قلت لكم راه كنخليه هكا صاين، كنضيفو حتى هوايه، وكنبقى نخلط المكونات مزيان. ضروري انا نخلطهم بليدينا بجوج بحال كنعجنهم باش هكا يطلقوا داك الزيت ديالهم مزيان. انا حيت راه طحنتو غير في الدار. بالنسبه كيف ما قلت لكم الناس اللي غادي نطحنوا عند سميتو السيد اللي كيبيع التوابل، اكيد ما غاديش تحتاجوا لهاد العمليه هذه، فغادي نعطيوه المكونات وهو غيطحنوا لكم وغادي نجيبوه بكل سهوله. اما هذا اللي كيتصاوب في الدار فاكيد لما كانش عندكم شي روبو اللي كيطحن مزيان فغادي شويه غادي يجيكم ناشف، فضروري انكم ديروا شي اللي ما كانش عندكم الروبو طحنوه على برا اكيد. كما شفتوا معايا ها هو راه ولا معجن او ولا معلك، يعني كتقدري تشكلي منه اي حاجه بغيتي، تقدري يعني تقدميه باي شكل بغيتي. كنبقى هكا كنخلط حتى كيطلق الزيت ديالو بالكامل. وشوفوا معايا بالنسبه لداك اللوز اللي قلت لكم تنخليه غير يعني غير بحال كونكاسي وهو وجنجلان، كيبقاو يعني باينين باش ما كيجيش بحال كله غير مدقوق مزيان كله. بالنسبه للتقديم اولا تزينوا بشكل اللي بغيتو، تقدموا بشكل اللي بغيتيو. انا هنا درت واحد الطبسيل كبير، الطبسيل اللي كنديرو فيه بسطيله، المهم هو اللي قدمته فيه حقا غير من اجل التصوير وصافي. اما هو راه من بعد غادي نجمعو غادي نرجعو لواحد العلبه ونسدو نحتفظ به. كيف ما شفتوا معايا ما فيش نهائيا كثره ديال المكونات، ما كندير فيه لا كاوكاو وما كنديرش فيه بزاف ديال الحاجات. كيف ما شفتوا هذا هو سلو يعني المعتمد عندنا اللي كنا كنديروه من زمان، كيجي زوين بزاف. واكيد ريحته راها ما نعاود ليكمش لانه نافع وعرفتوا حبات حلاوه وداكشي تيعطيو اكيد واحد الريحه زوينه. نتوما كتحضروه كتشهاو. شوفوا معايا كيفاش كيجي. بالنسبه للتزيين راه الاخت ديالي كتعاوني في التزيين صراحه. زينوا بالشكل اللي بغيتي وقدموا بالشكل اللي بغيتي، بغيتو تقدموه يعني بشكل فردي، يعني كيكونوا اي سميتو عندكم اي مول عندكم تقدروا تقدموه فيه. صراحه راه كيجي زوين بزاف كيف ما شفتوا. صراحه باين ما غنحتاج نشكروا لكم بزاف لانه اكيد الطريقه باش حضرناه الطريقه اللي هي زوينه بزاف. وكيف ما شفتوا راها سهله وسريعه، والمكونات كيف ما قلت لكم 2 كيلو من الحاجه، يعني 3 المكونات اللي تقريبا اللي هما اللي فيهم 2 كيلو من الحاجه. بالنسبه للسكر كلاصي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كيف ما شفتوا ما درنا فيه لا زبده لا زيت لا عسل لا حتى شي حاجه، يعني بزاف المكونات اللي عفيتكم منهم تماما. وكيكون هذا هو سلو ديالنا او السفوف ديالنا، يعني بالطريقه ديالتنا حنايا ديال الاسره ديالتي. كيجي زوين بزاف وكيجي ناجح 100%.
نقطع معكم باش تشوفوا. تقدروا تقدموه بالطريقه اللي بغيتو، كيف ما قلت لكم راه كيقدر تشكلوا به اي حاجه بغيتو، راه كيجي زوين بزاف، كيجي معلك صراحه، كيجي جد متميز. وكيكون هذا هو الاقتراح ديالنا، نتمنى انه يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وتجربوا في البيوت ديالكم وتشاركوا مع الاهل والاحباب ديالكم. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.